جيمي ولد عنده توحد بس عبقري بمعنى الكلمة، بيقدر يتوقع الفريق اللي هيكسب بمجرد ما يحلل سرعة اللعيبة ومكانهم في الملعب. كان بيحسب كل حركة جاية قبل ما تحصل. بعد ما خلص ماتش كورة كان بيتفرج عليه، رسم تحليل فني تفصيلي للماتش كله وطلع احتمالات الجوان من كل خطة هجومية. عمه اللي كان مدرب كورة اتفاجئ لما شاف التحليل ده، وفهم ساعتها ان جيمي ممكن يكون عبقري في الحسابات، فخده وراح بيه الملعب وقال يجرب يخليه حارس مرمى. زمايله في الفريق ضحكوا عليه عشان كان ماشي بطريقة غريبة وافتكروا انه مش نافع للعب، بس اللي ما يعرفوش ان جيمي عنده دماغ مش عادية. كان بيحلل مكان اللعيبة وتحركاتهم ويعرف بالظبط مين هيسدد وفين وامتى، وبسرعة حسب الوقت اللي هيتشات فيه الكورة واتجاهها وزاويتها، وبمجرد ما الكورة تترفس تلاقيه سبقها وراح ناحيتها. قدر يصد كل الكور اللي جت عليه مع ان دي اول مرة يلعب كورة في حياته. إدارة النادي اتصدمت من موهبته وابتدوا يفكروا يضموه للفريق، بس عمه كان قلقان وقال ان جيمي عشان عنده توحد ممكن ما يكونش مناسب للرياضة التنافسية. الإدارة قالت له طالما ذكائه طبيعي مفيش مانع ينضم. عمه سأل جيمي انت حابب تكمل؟ ولما جيمي قال له ان حلمه يبقى حارس مرمى كبير قرر ياخده ويعمله اختبار ذكاء. الدكتور بدأ بأسئلة بسيطة جدا زي اسمه وسنه وشوية مسائل رياضيات تافهة. جيمي حس ان الأسئلة دي سهلة قوي ومملة وما كانش عايز يجاوب، كان باصص في الساعة ومستعجل يمشي. الدكتور افتكر ان جيمي مش قادر يجاوب وظن ان حالته صعبة، لكن فجأة جيمي شاف على المكتب لغز شطرنج ناقص له حركة. قعد ركز وفكر كويس ولقى الحل. قال للدكتور الحل خطوة بخطوة. الدكتور ما صدقش لانه كان بيحاول يحل اللغز ده بقاله 3 ايام ومش عارف، لكن لما جرب اللي جيمي قاله اتفاجئ انه اتحل بسهولة. ساعتها الدكتور فهم ان جيمي مش بس طبيعي، ده عبقري فعلا. ومن هنا جيمي عدى التقييم وانضم رسميا لفريق الكورة.